السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هتكلم عن تحرك للقمر ويوم جديد، وهنتكلم عن توقعات يوم الثلاثاء الموافق يوم 11 ابريل 2023. هنا نتحدث عن ابراج يحدث معها حظ كبير جدا وتبدا معها انفراجه كبرى. انا بتكلم عن تحركات القمر. في طبعا تحركات للكواكب هتؤثر، لكن القمر هنا اتحدث عن تاثيراته. الأبراج الأكثر حظا بهذا التحرك للقمر إلى برج الجدي، برج الجدي بالطبع، برج الثور وبرج العذراء. إذا الأبراج الأكثر حظا خلال المرحلة هم الأبراج الترابية. طبعا في تأثيرات سلبية على بعض الأبراج الأخرى. هتكلم كده بالتفصيل بوضوح وصراحة عن تلك التأثيرات، لكن ما تنسوناش بالاشتراك وتفعيل الجرس علشان يوصل ليكم مننا كل جديد. ونبدأ على طول في التوقعات ونقول نبدأ مع حبايبنا برج الحمل. برج الحمل ايه اللي هيحصل معاك يوم الثلاثاء 11 ابريل؟ يحدث تغييرات حلوة، بداية حلوة وبشرة خير وتغييرات وفرص مفاجأة ليك. أيضا يحدث عروض مغرية، يعني خلال المرحلة ممكن يحدث معك عرض رائع بالنسبة لعمل، لبداية علاقة. أيضا هيبقى في فرص وطاقة حلوة جدا إنك يظهر معاك أمور أفضل خلال المرحلة. أيضا تبدأ في أمر مهم خلال الفترة، هتبدأ في أمر مهم ممكن يؤثر عليك خلال الفترات القادمة، خاصة بتحركات الكواكب خلال الفترة. إذا هي مرحلة أيضا يحدث فيها أمر مش لطيف شوية، إنك هتواجه مشاعرك العاطفية، ممكن يكون في مواجهات عاطفية. برج الثور، حبايبي برج الثور انت من المحظوظين. زي ما قلت تحرك القمر في الجدي يجعلك من المحظوظين، لذلك هي فترة بالنسبة لكم من أكثر الفترات اللي هتلاقوا فيها انفراجة، هتلاقوا فيها بداية وصول لهدف، تحقيق أمنية. وأيضا خلال المرحلة يحدث فيها علاقات جديدة، يعني خلال المرحلة برج الثور على وشك علاقات جديدة تبدأ معه. أيضا يحدث لكم الموافقات لامور انتم كنتم تسعوا اليها، يعني فتره ايضا هتيجي معاكم بموافقات لامر ما انت مقدم عليه وبشرة خير. برج الجوزاء، حبايب برج الجوزاء هي فتره بيبقى فيها جديه وعمل وانفراجه في العمل، يعني خلال المرحله هيبقى في عندكم طاقة إيجابية كده للعمل، هتبدعوا، هيكون عندكم القدرة على إن أنتوا تشتغلوا بطريقة حتى غير الناس المتعودين عليها، هتبقوا مميزين جدا. أيضا لك القبول في كل خطوة، ولديكم انفراجة، البعض لديه انفراجة مالية خلال الفترة دي، ويحدث تقسيمات وحقوق. وأيضا خلال الفترة لن ترضى إلا بحقك ولن تترك حقك. خلال الفترة أيضا يحدث بداية للرجوع، رجوع بعض العلاقات وبدايات جديدة وصفحة جديدة عند البعض. طيب بالنسبة لحبايبي برج السرطان، برج السرطان عشان أكون واضح فترة صعبة. أي تحرك في الجدي بيخلق معك نوعا ما توتر، خاصة القمر. فهي فترة من الممكن أن يكون فيها حسم ومواجهات وشراسة في ذلك. أيضا العلاقات العاطفية، العلاقات الزوجية، نحاول إن احنا نصبر يا جماعة، يعني نحاول إن احنا نصبر على شريك الحياة، ما نتعصبش، ما ناخدش المواضيع على أعصابنا. يعني فترة لابد أن تتخذوا من نفسكم وضعية الصرف. يحدث انجراف عاطفي، ودي نقطة خطيرة احذروا منها. طيب بالنسبة لبرج السرطان ندخل على برج الأسد. هي فترة فيها نوعا ما أنت أفضل، فيها سيطرة، فيها تأكد من قراراتك الأخيرة، فيها انفراجة على البعض، وأيضا تتجه لطريق أنت كنت تسعى إليه، وفترة تطل عليك بإيجابية وتفاهم. يعني أنت من جواك كده هتكون قانع، في قناعة، في هنقول ستايل جديد، فكر جديد، مرحلة أنت تتعايش بطريقة صحيحة في حياتك. أيضا تطمن أو تطمئن أن العمل يسير على ما يرام، وأبشروا بالرزق بأمر الله. ومن الممكن أن تكونوا على ميعاد اكتشاف أو على وقت في اكتشاف حقائق كانت مخفية عنك. برج العذراء، حبايبي برج العذراء أنت الأكثر حظا. يعني أنا قلت الأبراج الطلوبية هي الأكثر
حظا خلال فترة أنت برج العذراء من الأبراج اللي عندها بأمر الله طاقة انفراجة، وأيضا تطل المرحلة عليك بالحسم، حسم للديون، حسم للمشاكل. لن تترك نفسك زي ما انت كده، يعني اللي بيمر بمشكلة، بيمر بتوتر، بيمر بقلق، اللي بيمر بأي شيء، لن تترك نفسك للتيار. فترة مش هزار، انت اكثر او من اكثر الشخصيات اللي ممكن هتعبر المشاكل خلال الفترة. لديك القدرة على إقناع الآخرين بأفكارك، هتكون مميز جدا، وعندك حتى أسلوبك، وهتكون مميز حتى في إقناع الآخرين برأيك بطريقتك. هتكون جد جدا، ومن الذكاء إنك يعني هتوصل رسائل شديدة ممكن للبعض لتعلمهم أنك الأفضل. برج الميزان، هي فترة بتحاول ان انت تنهي فيها الامور التافهه في حياتك، او الامور المعقده، او الشخصيات اللي عامله لك مشكله وازمه وهم تافهين يعني. الفتره بتطل عليك بيه هتكون عملي اكتر، يعني في التجاره او في العمل انت افضل، في جني المال انت افضل، في شغلك او في فكرك المالي انت الافضل. لكن من جهه اخرى بتحاول انك تنجز الامور السيئه، الامور السلبيه، الامور اللي مش واضحه في حياتك، هتبقى اخد معدل الجد شويه في العلاقه. فهي فتره من اقصى الفترات اللي هتبقى فيها جد جدا، وهتنهي امور كثيره. ايضا يحدث فيها انفصال وارتباط. يعني عشان اقول يا انفصال يا ارتباط، فتره فيها يا ابيض يا اسود. طيب، برج العقرب، حبايب برج العقرب، انت في مرحله راحه. انا بتكلم تاثيرات القمر فقط، طبعا في تاثيرات تانية الكواكب، لكن القمر هيديك الراحه النفسيه، الطاقه الايجابيه. بالك هيرتاح، الامر اللي كان شاغل بالك هترتاح منه، هتوصل للحل، هتوصل للنتيجه. ايضا يحدث حسم في المعاملات والطريقه والاسلوب والفكر، كل حاجه هتبقى ماشيه على الهوى او على المزاج. بالنسبه لتحرك القمر، استغلوا الجزئيه دي، يعني استغلوا جزئيه ان الفتره منها ممكن ان تعدل فيها ما تريد، او تصل الى ما تريد، تصل الى ما تريد. فتره مهمه جدا، وايضا من اقصى الفترات اللي ممكن تجد فيها راحه البال. الحسم في صالحك خلال الفتره، الحسم في صالحك، وكل شيء في صالحك. فتره حلوه ليكم بالنسبه لحبايب برج العقرب، تحرك رائع. برج القوس، هنا نتحدث لحبايبي برج القوس عن مال، عن انفراجة، عن تغييرات. أنت الأكثر حظا بلا منازع في الأمور المالية. فالفترة هتشهد على اتفاقات في المال، الفترة هتشهد على انفراجة وعودة حق، الفترة هتشهد للبعض على بداية جديدة وعقد جديد، عمل جديد. فترة من أكثر الفترات اللي بتطل عليكم بانفراجة على جميع المستويات. ايضا يحدث انهاء قضايا لصالحكم، يعني اي قضيه هتبقى لصالحكم والدنيا هتصالحكم. الفتره ايضا يحدث فيها الموافقه لك على عمل جديد، يعني اي عمل جديد ممكن هيكون بالنسبه لك بامر الله في انفراجه ان شاء الله. فتره حلوه جدا لحبايب برج القوس. ناتي الى العريس او العروسه، برج الجدي، رجل او امراه عشان ما حدش يزعل. برج الجدي، انت من اقصى الابراج انفراجه وحظا على جميع المستويات. فتره رائعه تطل عليك بالانفراجه، تطل عليك بالقبول، تطل عليك بانك هتكون الاكثر حظا. خلال الفتره يحدث لك تطورات ايجابيه للامور العاطفيه ولكل شيء في حياتك. ايضا خلال المرحله يحدث لكم خطوه جديده وبداية جديدة، وعند البعض انفراجة وشهرة. يعني الفترة بتشهد على ظهورك الكبير وانفراجة كبرى تطل على الكثيرين، خاصة في الأوراق المالية، أوراق السفر، الأمور التي تتعلق بالتعاقدات، كل ما هو رسمي. يعني أنت من أكثر المحظوظين خلال المرحلة، خلال الفترة. وأيضا فترة تطل عليكم بالعودة مرة أخرى على الساحة، والدنيا هتبقى أكتر معاكم مرتاحة. فترة هامة جدا وفترة رائعة. طيب، بالنسبة لبرج الدلو، هي فترة نوعا ما ثقيلة شوية. ليه؟ القمر عندك في بيتك الثاني عشر. البيت الثاني عشر ده بيت صعب، ما هواش هي الفترة محتاج منك الذكاء، يعني محتاج منك انك تكون الذكاء المعتاد منك بس زيادة حبتين، لان من الممكن ان تكتشف امور كانت تدار ضدك في الخفاء، وتكتشف ايضا بعض الاشخاص ونواياهم ناحيتك، ويحدث حسم كبير، حسم كبير للعلاقات. وايضا احذروا على الصحه. البيت ال 12 صعب، حاولوا انتوا تاخدوا بالكم منه، حاولوا. لكن في حظ حلو جدا ان في نفس اليوم انتقال الزهره الى برج الجوزاء، وده هيديكوا امل، ويعني هيخفف من صعوبه تحرك القمر.
اذا الفتره ما هي صعبه قوي، لكن بقول يعني تاثيرات القمر فقط. طيب بالنسبه لبرج الحوت، انت من الابراج التي ستكون لديها حظ في الهدوء النفسي والوصول الى امر ما كان صعب في فتره من الفترات، فتره يحصل فيها حلول، فتره يحصل فيها انفراجه، انت الاكثر حظا على جميع المستويات، وايضا تصل الى تهيئه نفسك لامر جديد في حياتك، او القناعه عندك تصل الى اقصاها حتى الوصول، يعني هتصل الى مرحله انت الاكثر استقرارا وقناعه لحياتك وحلول لكل شيء. فتره حلوه وانت من اكثر المحظوظين، وان شاء الله الفتره تكون بالنسبه لكم رائعه، فتره ان شاء الله تكون حلوه على الجميع. هعيد التنويه من تاني، الناس اللي بتتابعنا عن طريق الفيديوهات المقترحه، اشتراك يا جماعه، دي قناتي الثانيه، اشتراك، دي مش قناه الاصليه، لا دي قناتي الثانيه، انا عاملها للتوقعات اليوميه. اشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. يا رب كده حبايبي جماعه الابراج ان شاء الله تكونوا بامن وامان. السلام عليكم.